هي ضرورة منهجية لا مناص من الالتزام بها، وخاصة من طرف الساسة والمفكرين وذوي الاختصاص. محمد الخامس واستقلال المغرب. وارتباط مع الظروف الوطنية التي تمثلت فينا في السلطات الاستعمارية الفرنسية، السلطان محمد الخامس إلى مدغشقر، قامت قائمة الشعب المغربي ضدا عن القرار الفرنسي الجائر في حق رمز الأمة وموحدها، فعمت الفوضى البلاد في إطار التوجه نحو استلهام مبادئ التحرر التي أصبحت تنادي بها المستعمرات في ظل المتغيرات الدولية التي أصبحت موجبها بعض القوى السياسية الدولية خاصة اليسارية بزعامة الاتحاد السوفيتي ترفع شعارات تحرر دول العالم الثالث التي من نيل الاستعمار الذي ترزح تحتها. فكانت ثورة الملك محمد الخامس والشعب وتداعياتها الوطنية والدولية مدعاة لإلزام الفرنسيين لرمز الأمة لإرجاعه يوم 16 نوفمبر 1956. ومباشرة بعد رجوعه من المنفى وضع السلطان محمد الخامس بمعية رجالات الحركة الوطنية، وهنا أضيف مقولة الأستاذ الناقوري إلى أن هناك رمزية شخص ثم هناك مجموعة مساندة لهذا الشخص وتمشي معه في نفس الاتجاه في إطار مركب من المشاريع المستهدفة أو الهادفة التي يتم من خلالها السعي إلى تحقيق الاستقلال الوطني والوحدة الوطنية. قلنا ظهرت ملامحها مع تسلسل الأحداث في سنة 1956 بالضبط 18 نوفمبر، أي بعد يومين من قدومه من المنفى، ألقى السلطان محمد الخامس خطاب العرش، وهو أول خطاب بعد المنفى معلن فيه انتهاء عهد الحماية. وفي 19 أبريل 1956 في 19 أبريل 1956 أعلن السلطان عن إزالة الحواجز بين الشمال والجنوب. وفي شهر أكتوبر 1956 عادت مدينة طنجة إلى حاضرة الوطن، إلا أن ما ميز المرحلة المقبلة هو توجه السلطان محمد الخامس نحو مواجهة إشكالات المناطق الجنوبية والشرقية. بعد استقلال المغرب بدأت وجهة محمد الخامس رحمه الله في اتجاه نحو الصحراء الشرقية والصحراء الجنوبية، وسنقف عند ملامح هذا التوجه. إذن توجه السلطان محمد الخامس نحو مواجهة إشكالات المناطق الجنوبية والشرقية. ففي زيارته التاريخية لحامية الغزلان سنة 1958 كان السلطان محمد الخامس يسعى جاهدا إلى تغليب الحقيقة التاريخية، وهي التي أقف عندها، المتأصلة ضدا على الحقائق السياسية التي وضعتها سلطات الاستعمار الفرنسية والإسبانية، حيث طالب باسترجاع الصحراء الجنوبية من السلطات الاستعمارية الإسبانية والصحراء الشرقية من السلطات الاستعمارية الفرنسية. وقد كان خطابه التاريخي في محامية الغزلان وثيقة تاريخية ذات أهمية بالغة. ومنذ سنة 1958 وبارتباط مع الحقائق التاريخية طالب المغرب بحقوقه في جميع المنتديات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إذا أصبح جلالة الملك يتحرك على المستوى الداخلي في إطار علاقته بالحركة الوطنية، على مستوى جيرانه خاصة المستعمرين الاثنين فرنسا وإسبانيا، ثم على مستوى المحافل الدولية لإثبات هذه الحقيقة التاريخية. استفادت الحركة الوطنية بدورها من مقتضيات القانون الدولي في تحقيق هدفها المركزي المتمثل في استرجاع الصحراء في تنسيق تام مع السلطان محمد الخامس، رافعين بذلك شعار المطالبة بالأجزاء المغتصبة من الحدود الطبيعية والتاريخية، مستغلة بذلك وجودها الفعلي منذ 1946 كحركة في الأقاليم الجنوبية التي كانت تنجح تحت الاستعمار الإسباني، وذلك بتوسيع حزبي الاستقلال والإصلاح الوطني لنشاطهما ليمتد إلى مدن الجنوب كالطفايا والعيون والداخل والسمار. وقد كان استنفار الحركة الوطنية بزعامة السلطان محمد الخامس في هذا الوقت بالذات كرد فعل ضد سياسة إسبانيا ومخططها الساعي إلى تقسيم هذه الأقاليم إلى 3 مناطق خلال الفترة الممتدة بين 1947 و 1950. قد كان السلطان محمد الخامس والحركة الوطنية مسلحين بالقناعات التي كرست الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن المغرب لم يكن قط دولة استعمارية نشأت وفق حدود خططها الاستعمار، بل هي دولة تاريخية تكونت عبر قرون. من هذا المنطلق تشبت المغرب في شخص السلطان محمد الخامس بحقه في المطالبة بإنهاء الوجود الاستعماري
في المناطق الصحراوية التي هي جزء من الأراضي المغربية. وما دمنا نتحدث عن دور الحركة الوطنية، لا يفوتنا أن نبرز الأدوار الطلائعية التي لعبتها الأسر القيادية في الصحراء، ونخص بالذكر أسرة أهل بعيدة التي خلفت الأثر التاريخي من خلال مساهمتها اللامتناهية المادية والسياسية عبر بوابة شركتها المعروفة عن الأب كومباني. وهنا تحدث كثيرا عن شخصية علي بوعيدة، فهي شخصية غنية عن التعريف بمثابة التراصابيليتي، يعني الأثر التي خلفته هذه الأسرة. الآن جدلية العلاقة بين الصحراء الشرقية والصحراء الجنوبية، وهذه هي أهم النقط التي وقف عندها محمد الخامس رحمه الله. وضعت الصحراء الشرقية لأن أجزاء كثيرة من الصحراء الشرقية بقيت في يد الفرنسيين إلى جانب الصحراء الجنوبية التي كانت ترزح تحت الاستعمار الإسباني. في إطار تكريس الحقيقة السياسية من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية وبارتباط مع اكتشاف مجموعة من الثروات المعدنية والطاقية، إذا هذا مستجد جديد ستعرفه المنطقة، وهو مناقض تماما للحقيقة التاريخية، لأن المستعمر الإسباني والفرنسي يتعامل مع الأحداث وفق المنفعة، وفق البراغماتية، وفق أنا نشوف مصلحتي اليوم، ما عندي علاقة بالتاريخ. فأصبحت القوى الاستعمارية تتلكأ في التعامل مع المغرب، ولكن كان السلطان محمد الخامس الله يرحمه، وهذا معروف عند الجميع، أن كانت عنده مواقف بطولية ثابتة. يعني فضل أن يغلب منطق اللي قال أستاذنا الناقوري قوة المنطق. كانت الجزائر من كيتكلموا عن الثورة الجزائرية، الملك محمد الخامس أول من يساند الثورة الجزائرية، بدليل القواعد العسكرية كانت في تحت رهن إشارة الثورة الجزائرية جيش تحرير. السلاح كان يمر إلى الجزائر عبر الحدود المغربية. كانت مكناس تستقبل الطائرات الروسية لطرح الأسلحة في تمريرها إلى الثورة الجزائرية. كان المغرب لا يناقش فكرة الحدود الشرقية مع الجزائر، قال لهم ممنوع غادي نناقش أنا هذه القضية حتى تستقل الجزائر، احنا إخوة أشقاء غادي نحلوا مشكلنا بيننا، لأن جات فرنسا وجات اسبانيا بدات كطرح الحلول، اجي نناقشوا معاك سيدي نتحلوا نشوفوا الحلول التوافقيه على ظهر الثوره الجزائريه. قال لهم لا سيدي ممنوع، بل اكثر من ذلك دخل محمد الخامس رحمه الله في علاقه عداء مع الفرنسيين نتيجه هذه السياسه. علاش؟ لانه هو يغلب المنطق التاريخي ويغلب قوه المنطق على منطق القوه وعلى منطق البراغماتيه، انني انا استقليت المغرب غادي نشوف الصحراء ديالي، غادي نتعاون مع اسبانيا نشوف نبيعوا الشغل. وقد واجهت القياده المغربيه الممثله في السلطان محمد الخامس تحديدا كبيرا في هذه المنطقه، بحيث كثف مساعيها الراميه لاسترجاع مناطق الصحراء الشرقيه، بحيث استقبل سنه 1957 وفدا يمثل سكان الصحراء الشرقيه راسه الشيخ محمد طاهر شيخ الزاويه القندوسيه، الذي كان مكوكا بزعيم الحزب الاستقلال على الفاسي. وبعد عرض القضيه على انظار السلطان طمأنهم هذا الاخير على انه يحمل هذا الهم بكل مسؤوليه، وسيعمل على التصدي لكل الأطماع الاستعمارية الرامية إلى فرض الحقائق السياسية تضرب بعرض حائط كل الثوابت التاريخية. وحاول السلطان محمد الخامس في اتجاه آخر ومن منطلق المواقف التاريخية المشهودة اتجاه الأشقاء الجزائريين الذين كانوا منهمكين في الثورة ضد الفرنسيين. ومن منطلق المواقف الأخلاقية للسلطان كان لزام عليه رفض كل العروض التي تقدمت بها السلطات الفرنسية كما قلنا. نزولا عند السياسه المبدئيه والاخلاقيه المانعه لطعن الاشقاء الجزائريين من الخلف، بل ذهب السلطان محمد الخامس في اتجاه معاكس للسياسه الفرنسيه بمساعدته الماليه للجزائر في اقتناء الباخره سان بريفال التي اشتهرت باسم داتوس. واستمر السلطان محمد الخامس في تحدي وتجاهل العروض الفرنسيه الساعيه الى فصل التعاون المغربي الجزائري في حرب التحرير الجزائري. وفي هذا الاطار توصل السلطان بصفه منفصله في يوليو 1961 لعقد اتفاق مع رئيس الحكومه الجزائريه المؤقته فرحات عباس بشان التفاوض مجددا حول كولوم بشار وتندوف بعد الاستقلال. تعرفوا ان هذه المناطق كلها مغربيه، وبالتالي حتى تندوف الان ما نحن ما نطالبوا بها واش هذا التاريخ ولا السياسه. علاش؟ لان كل الناس اللي كانت في تندوف كانت كتخلص
والجند اللي كانوا الجيش اللي كان في تندوف كان كيتخلص بالعمله المغربيه لانها كانت مدينه مغربيه انذاك بشهاده الجميع. واستمر السلطان في دعم القضيه الجزائريه بقوه ماديه وعسكريه حيث فتحت القواعد العسكريه لتدريب 9000 جندي جزائري، وكان السلاح الروسي يصل الى الثوار الجزائريين عبر القاعده العسكريه بمكناس. اذا بعد استقلال الجزائر ذهبت فرنسا في اتجاه المضاد لمساعي المغرب في حل المشاكل المتخلفه عن الاستعمار بين الاشقاء المغاربه والجزائريين، حيث قامت بتسليم اجزاء من الاراضي المغربيه الى الجزائر سنه 1962 قبل انسحابها، رغم ان كل الوثائق التاريخيه التي كانت بحوزتها الموجوده حاليا في ضمن الارشيف الفرنسي تؤكد ان ملوك المغرب منذ عهد الحسن الاول بل وقبله ظلوا يتحكمون في تلك المناطق المسلمه للجزائر. كما ان جورج صالبي سبق وان وضح في احدى مقالاته في جريده لوموند الفرنسيه ان كولومبوشار وتندوف هما مدينتان مغربيتان تاريخيا، مؤكدا انه الى حدود 1960 كانت اجور الجيش بتندوف تؤدى بالعمله المغربيه. وبعد استقلال الجزائر وتنازل فرحات عباس عن الحكم لاحمد بن بله المدعم من طرف جيش التحرير الوطني الذي اصبح هدفه الرئيس هو الحفاظ على ما خلفته فرنسا تحت غطاء منع تقسيم الجزائر والحفاظ على الوحده الوطنيه ومنع فصل مناطق الصحراء عن باقي الجزائر. فكان انجن السلطان محمد الخامس العواصم وراء دعمه اللامتناهي للثوره الجزائريه، وجازاه الجزائري جزاء سيدي المار، وهي الحقيقه التي وقف عليها السلطان الحسن الثاني رحمه الله بعد وفاه السلطان محمد الخامس، واستفاد منها في تحركاته الخاصه باسترجاع الصحراء. اذا الحسن الثاني رحمه الله استفاد من السياسه التي نهجها محمد الخامس التي كانت تغلب هذا المنطق التاريخي وتغلب التعامل مع الاشقاء الجزائريين وفق نظريه الاخاء والتعامل، ولكن القضيه مشات في اتجاه المعاكس. لماذا؟ لان تعرفون ان الجزائر مباشره بعد ان تم الاستقلال اصبحت الوفود المغربيه كتمشي لعند الرئيس بن بله وكتعامل معه كيتعامل معه واحد الجفاء اللي هو قاسي جدا، كما لو ان المغاربه اعداء حقيقيين للجزائر رغم ما اسنده المغاربه للجزائر في حقهم التحرير. فرض الدارسون الاجانب على نظرائهم المغاربه تصورهم حول المغرب على المستوى التاريخي والجغرافي والاجتماعي والسياسي، مما جعلهم يتساقون وراء الايديولوجيا الاستعماريه المعتمده على تحليل المجتمع المغربي اعتمادا على مرجعيات خارجيه في تحديد مجال الدراسه وتصدير مفاهيم استعماريه متجاوزه. واذا كانت شهاده فيكتور هيغو التاريخيه تصب في نفس الاتجاه عندما ادان الحمله الفرنسيه الانجليزيه على سنه 1860 على الصين وتدمير مكوناتها الحضاريه، فكانت اوروبا متحفه للعالم عبر بوابه النهب والسلب ثقافه الغير المغايره لغه وثقافه وتحويلها الى موضوع للسفر. وهي نفس الفكره التي تدق على سرقه الفرنسيين والاسبان لتاريخ المغرب وفدلكته وفق التصور الاستعماري المعتمد على منفعه الدوله القطر في جلب الخيرات والمنافع. وبعد قدوم السلطان محمد الخامس للوفاء سار في اتجاه معاكس للاطروحه الاستعماريه ومؤسس لتبني المنهج التاريخي باستكمال تحرير البلاد من الاستعمارين الفرنسي والاسباني. بالنسبه لتطور الاحداث في المناطق الجنوبيه، كان رد الفعل في المناطق الجنوبيه انه سنه 1956 كانت محطه مركزيه في تاريخ الصحراء المغربيه، اذا ما ربطنا ذلك بالجو العام الذي كان يعيشه المغرب المتمثل في بدايه الاستقلال بعد رجوع السلطان محمد الخامس. ففي نفس السنه وبالضبط في شهر نوفمبر 1956 انعقد مؤتمر مشكال التي توجد على بعد 75 كيلومتر غرب السماره، شارك فيه ممثلو كل القبائل الصحراويه، وكانت تلك المنطقه ذات شأن كبير حيث انعقد فيها مؤتمر عفوي دام 3 أيام متتاليه ناقشت فيه مجموعه من المواضيع وعلى راسها موضوع استقلال المغرب وعوده ملك البلاد من الفلفل السلطان محمد الخامس. وكان من نتائج هذا اللقاء التاريخي تكريس الحقيقه التاريخيه على الحقائق السياسيه البراغماتيه، بحيث تم تعيين الوفد الذي سيزور الرباط لمبايعه السلطان محمد الخامس وتهنئته على رجوعه من المنفى وظفره واستقلال المغرب. وقد كان من القضايا الهامه التي حملها الوفد معه هو وضع ملف تحرير ما تبقى من اطراف البلاد التي لا زالت ترتاح تحت الاستعمار، خاصه المناطق الصحراويه الجنوبيه، ووضع خطه لطرد المعمر الاسباني. وفي هذه الايام احتجز بعض الشبان ضابطين اسبانيين، فلجا الى اهل الشيخ مع العينين طالبا الامان، فلما اطلق سراحهما ووصل الى مدينه العيون جهزت اسبانيا حمله عسكريه لتمشيط منطقه مشكل،
فوصلت أخبار قدوم الحملة، فانتقل المنتحرون من المشكاك في اتجاه منطقة وادي. لماذا؟ لأن هذه المنطقة ستكون هي الانطلاقة الفعلية لجيش التحرير الذي سيسعى جاهدا إلى استرجاع المناطق الصحراوية. ولكن كما أشار أستاذنا الناقوري كانت إيكوفيون، عملية إيكوفيون، هناك مجموعة من المعارك لا داعي إلى ذكرها موجودة في المداخلة، معارك المقاطعة الثامنة، معارك المقاطعة التاسعة اللي مشى بها جيش التحرير، توغل في المناطق الصحراوية، وشافت إسبانيا بأن موقعها في الصحراء عاد مهتز، وبالتالي هذا إضافة إلى الثروات التي ظهرت في الصحراء وجب التدخل الفرنسي والمساندة الفرنسية للإسبانيين للقضاء على جيش التحرير في معركة إيكوفيون التاريخية. إذا هنا تم تغليب الحقيقة السياسية على الحقائق التاريخية. لماذا؟ لا يهم المصالح الدول الغربية هي اللي تهم. بعدها ستأتي الجزائر، فعوض أن تسلم الجزائر تندوف إلى المغرب سلمتها إلى جبهة البوليزاريو التي أصبحت الآن الجزائر ما تعطي حاجة من عندها، لأن تندوف تاريخيا هي المغرب، بالتالي ما غاديش الجزائر تضيف البوليزاريو تعطيهم بلاد منها، عطاتهم تندوف لأن ديال المغرب هذيك، وبالتالي هاكم بسم الله. وفي السياق نفسه واستثمار لقانون الصحافة الجديد الصادر سنة 1952 ظهرت مجموعة من المبادرات الوطنية التي ساهمت في إنشاء جرائد محلية اهتمت بالجنوب المغربي سالكة خطا تحريريا نضاليا ضد الاستعمار الإسباني في إفني والصحراء الجنوبية نولد عينة منها. وكانت هذه الجرائد قد حظيت بمساندة كبيرة من طرف السلطان محمد الخامس رحمه الله في ما ترجوه من تجميع القوى لتحرير المناطق الجنوبية. مثلا جريدة صحراء المغرب العدد الأول منها في 6 مارس 1957 كانت تكافح من أجل استقلال المناطق الجنوبية التي كانت تقع تحت الاحتلال الإسباني وتتابع وتثمن ملاحم جيش التحرير في المناطق الجنوبية. جريدة صحراء هنا ناطقة باسم جبهة تحرير الصحراء والتي صدر عدد الأول سنة 1967. جريدة الشقيق صدرت أواخر 1959. إذا هذه الأحداث توالت لاتجاه الذي يدعم دور المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية من الشمال إلى الجنوب. هذه المعطيات سوف تظهر جليا في إطار علاقة المغرب بالجزائر سنة 1900 بعد وفاة محمد الخامس رحمه الله، والمشكل الذي وقع بين المغرب والجزائر، حيث أصبحت الجزائر تنادي عالميا بأن الصحراء هي ليست للمغرب، لا الصحراء الشرقية ولا الصحراء الجنوبية. لماذا؟ لأنها حاولت أن تقتبس ما يعني الحقيقة السياسية عن الفرنسيين والإسبان للاستفادة من خيرات هذه المنطقة بنفسها، ومتدرعة بلافتة جديدة، لافتة الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها التي والتيارات الماركسية التي ظهرت في السبعينيات منذ ظهور الاتحاد السوفيتي وفي بداية الستينيات والسبعينيات. وقد كان رد فعل المغاربة هو الإلحاح في مطالبة الخاصة باسترجاع مدينة تندوف المغربية التي وقف عند حدودها الجيش المغربي على بعد 26 كيلومتر في حرب الرمال سنة 1963. آنذاك بانت الحقيقة التاريخية أن الجزائر هي ضد هذه الحقيقة، وأن الجزائر سعت سعي الإسبان والفرنسيين. لماذا؟ لأن بدأت تلوح بهذه المقولات الغربية أن الصحراء لم تكن في الصحراء لا سلطة إدارية قائمة ولا سلطة سياسية، خاصة بعد اكتشاف الفوسفات. والخطاب لم يكن سائد قبل ذلك، بدليل أن أول محادثات حول القضية كانت سنة 1957 أثناء حوادث سيدي إفني، حينما كان محمد الخامس يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أي قبل ظهور الفوسفات. واستمرت مطالبة المغرب الإسباني بإثارة قضية الصحراء سنة 1964 أمام المحافل الدولية انطلاقا من واقعين إلزام إسبانيا بفتح الملف الذي كانت تعتبره دائما قضية داخلية، وتفادي وضع السؤال الميكافيلي الذي طرحه الجنرال دوغول الجزائريين: هل تريدون أن تبقوا فرنسيين أم تريدون الاستقلال؟ فيطرح السؤال هو على أهل الصحراء: هل تريدون أن تبقوا مستعمرين أم تريدون العودة إلى المغرب؟ ولم تكن النية في طرح الخيار لهم بالانتساب إلى دولة من الدول الأخرى. خاتمة من خلال
استقراءنا لسيرة الأحداث التاريخية اتضح أن تعامل السلطان المغفور له محمد الخامس مع مشكلة الأقاليم الصحراوية الجنوبية جاء في سياق عام يتلخص في كفاح الملك والشعب من أجل نيل الاستقلال والخروج من ربقة الاستعمار في مرحلة أولى انتهت سنة 1956 برجوعه من المنفى خروج المستعمرين الفرنسيين من المغرب. لتبدأ مرحلة ثانية كان ينادي بها باسترجاع المناطق التي لا زالت ترجع تحت الاستعمار الإسباني والفرنسي، ويتعلق الأمر بالصحراء الشرقية والصحراء الجنوبية في مواجهة صادمة لجميع الأطماع التي كانت تسعى إلى إبقاء المغرب مجزأً وغير موحد في استغلال لبعض الوضعيات السياسية الدولية التي تتوخى تهميش الحقائق التاريخية التي كانت تفرض نفسها بإلحاح. يمكن إجمال روحها وفلسفتها في كلمة صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في خطابه الذي وجهه لوفد من سكان الصحراء سنة 1974، حيث أكد في مقولة موجزة ولكنها دالة في معناها من حيث بعدها التاريخي الرمزي فيما يخص مشاركة سكان الصحراء في موسم مولاي عكس المشيش، حيث قال: نجد سكان الشمال ينتمون رؤساء وزعماء وأولياء إلى الجنوب، ونرى سكان أقاصي الجنوب ينتمون كذلك إلى أجداد وآبائهم من الشمال. وهنا حينما زار الوفد من الصحراويين مولاي عبد السلام بن مشيش، هذا إدريسي جد الأدارسة والقبائل الصحراء يعني معظمهم ينتمي إلى هذا الجد الاسمي، خاصة من قبيلة الرقيبات، حيث أنه يمكن للناس أن يتنقلوا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب فيستوطنون ويبنون حضارة. وقد نهج السلطان محمد السادس نفس المنهج الذي تضمنته خطاباته الموجهة إلى الشعب، وخاصة خطابه الأخير في 6 نوفمبر 2014 في ذكر المسيرة الخضراء بتغليبه الحقيقة التاريخية على الحقائق السياسية الضيقة. وشكرا. ختام هذه الندوة الأستاذة ابتسام، ونرجو من الإخوة الحاضرين أن يستمعوا معنا وأن يعطونا سعة صبرهم لاستكمال محاور هذه الندوة. مشكورين وشكرا. قبل أن أستهل مداخلتي المتواضعة هذه التي اخترت لها كعنوان دور العرش والشعب في مواجهة مشاريع فصل الصحراء عن مغربها، كما يقول الفقهاء: المناسبة شرط، وأنا لا يمكن أن أفوت هذه المناسبة دون أن أتقدم بجزيل الشكر الممزوج بعبارات التقدير وفائق الاحترام لمنظمة لمؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث، وكذلك لأسرة المجاهد علي بوعيدة، وأتقدم أيضا للسدة العالية بالله التي أحاطت جمعنا المبارك هذا برعايته السامية. كذلك لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للحضور الكريم، والذي كما لاحظت يعني في القاعة المكتظة شيئا ما يعني وجوه مختلفة من مشارب مختلفة، جانب علمي، جانب ثقافي، الإعلامي، السياسي والعسكري، فكل الشكر موصول لكم. كما يعلم الجميع فتاريخنا الوطني التليد هو ضارب وضاربة جذوره في القدم. هذا التاريخ زاخر بالعديد من المحطات التاريخية الكبرى التي يؤتت جنباتها صفحة مجيدة ومشرقة وملحمة من ملاحم البطولة لهذا الوطن. أقصد محرر البلاد الذي استرخص الغالي والنفيس واسترخص عرشه لتحرير هذا البلد الأمين. وكذلك لا ننسى دور المقاومة سواء الصحراوية في هذه الأقاليم التي هي الأخرى ضحت بأبنائها في سبيل حرية هذا الوطن لكي تنعم هذه الأجيال اليوم بحرية الاستقلال. كذلك هذه اللحظة المجيدة وهذه الذكرى الخالدة، ذكرى عيد الاستقلال المجيد التي نخلدها اليوم بكل العظمة وبكل الإباء لهذا الوطن ولرجالاته العظماء. فهذه الذكرى لا أخفيكم أنها اليوم
ممزوجة عندي بفرحة عارمة، لأنني تشرفت وأشرف أيضا بإلقاء هذه المحاضرة المتواضعة في هذه المنطقة، مدينة قليميم، باب الصحراء، باب المجاهدين، كذلك باب العلماء. وهذه المدينة التي قلت لها من الملاحم ومن البطولات. وإذا كنت أتحدث عن قليميم فأنا لا أستثني بتاتا مختلف الأقاليم الصحراوية الأخرى، وكذلك مختلف مناطق ربوع هذا الوطن. إذا حتى لا أطيل أيها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، دعوني أقدم لكم النقط التي سأستعرضها والتي ستتضمنها مداخلتي المتواضعة هذه، وأقول أنها متواضعة نظرا لكونها وكوننا جميعا نحتفي بشخصية من عظماء التاريخ ومن عظماء هذا الوطن، شخصية محمد الخامس طيب الله ثراه. إذا نقط هذه المداخلة أجملتها في 3 نقط أساسية أو محاور أساسية. النقطة الأولى التسرب الاستعماري في الصحراء المغربية وتنامي الشعور الوطني. النقطة الثانية جهود جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه في التصدي لمحاولات فصل الصحراء عن مغربها. والنقطة مواصلة الكفاح من أجل استكمال الوحدة الترابية والسيادة المغربية. بخصوص النقطة الأولى، كما يعلم الجميع من الحري بنا قبل التطرق لها، أي التسرب الاستعماري الأوروبي وخصوصا الإيبيري منه على وجه الخصوص، لا يمكن أن نمر بعجالة وأن نتطرق للتسرب دون أن نتحدث عن الإرهاصات الأولى لهذا التدخل، لأنه يبقى من باب الجحود غير المقصود أقول أن لا نتطرق لعظمة هذا البلد الذي كان له كل الفضل في نشر الإسلام وفي نشر الحضارة الإسلامية ببلاد الأندلس. إذا لا يمكن كما قلت أن أتطرق للتسرب الاستعماري لهذا البلد دون أن نذكر أفضاله على البلاد الأوروبية وخاصة منها الإيبيريا، إسبانيا والبرتغال، اللتان كانتا في السابق تتبجحان بحضارتهما وبقوتهما العسكرية نحو هذا البلد الذي كان له كل الفضل. يمكن أن أرجع الإرهاصات الأولى للتسرب الاستعماري في المغرب وفي شمال أوروبا على وجه العموم إلى سنة 1492 عندما سقط آخر معقل عربي وإسلامي هو مدينة غرناطة. إذا بقيتا هاتان الدولتان متوجستان من استعادة المغرب لقوته وعظمته، حيث كان إلى غاية الأمس القريب له حضارة وله شأن وبال في بلادها. ذلك التقهقر والتأخر راجع بالخصوص إلى عهد الدولة المرينية التي دخلت خلال القرن الثامن الهجري 14 الميلادي مراحلا من التدهور والتأخر، جعلت هاتان الدولتان وفيما بعد إنجلترا وفرنسا على وجه الخصوص وألمانيا أن تتكالبا على هذا البلد وتحتلان مجموعة من المدن الساحلية به. كل ذلك كان بمباركة الكنيسة الكاثوليكية التي لعبت دورا كبيرا في خلق الوفاق وهيئة المناخ الملائم بين كل من إسبانيا والبرتغال، وسهلت لهما احتلال المغرب، وذلك من خلال عقد مجموعة من الاتفاقيات يبقى أهمها اتفاقية الكسباس أو الكتبان.
هذه وقعت سنة 1479. بعدها اتفاقية سنترا التي يعلمها الجميع خصوصا العالمون بالتاريخ وكذلك بالاتفاقيات. هذه الاتفاقية أي سنترا التي وقعت سنة 1508 أعطت الضوء الأخضر خصوصا للبرتغال لاحتلال السواحل المغربية الجنوبية، بينما بقيت منطقة سانتا كروز دو مار بيكينيا لإسبانيا، وهذه سأعود إليها في اللاحق من مداخلتي. إذن كما قلت هاتان الدولتان تكالبتا على المغرب واحتلتا مجموعة من سواحله الشمالية على الخصوص وكذلك الغربية، وعظمت هاتان الدولتان وخاصة واحدة منهما لم تنكسر أنفتها إلا على صخرة صماء قاسية اسمها معركة وادي المخازن كما يعلم الجميع، أو معركة الملوك الثلاث سنة 1578 في 4 من أغسطس، لتنزوي البرتغال وتترك المجال واسعا لمنافستها الاستعمارية إسبانيا لتأخذ زمام أمور التوغل في هذه البلاد التي كانت قصية المنال عنها أو عليها، خصوصا في مرحلة العصر الذهبي عصر الحضارة الإسلامية ببلاد الأندلس. إذن عندما هزمت البرتغال في معركة وادي المخازن بقيت إسبانيا لوحدها على الساحة، ولكن في مطلع القرن 11 الهجري 17 الميلادي دخلت قوتان استعماريتان جديدتان إلى الساحة، وأقصد على وجه الخصوص إنجلترا وفرنسا. إذن هاتان الدولتان خلقتا في نفس البلد المستعمر للمغرب إسبانيا خوفا وجزعا، لأنها كانت فقط تريد من دخولها ومن تسربها للمغرب أن تستأثر لوحدها بالكعكة وتستثني باقي الدول. لذلك نهجت في سياستها الاستعمارية مجموعة من الأساليب الاحتيالية، وأذكر منهما على وجه الخصوص بدأتها بسياسة إنشاء الشركات والمراكز التجارية، بعدها ستزيل القناع وتكشر عن أنيابها لتدخل في مرحلة ثانية في سياسة الحملات المباشرة. ولكي تستولي وتتطاول إسبانيا على المنطقة الممتدة من السواحل على المنطقة الممتدة من أكادير إلى غاية طرفايا، كما قلت نهجت عدة وسائل احتيالية، ومن بين تلك الوسائل التي افتتحت بها عهد مكرها وخديعتها للمغرب ومؤامراتها بدأتها بالدخول، اختارت جزئية أي خصوصا جزئية تاريخية تعتبر مطبا تاريخيا بالنسبة للمغرب، معاهدة الصلح التي عقبت معركة تطوان أو هزيمة المغرب في معركة تطوان سنة 1960. وأقصد على وجه الخصوص معاهدة الصلح الموقعة في 25 من مارس سنة 800 إذا هذا العقد الصلح، عقد صلح هذا وخصوصا الشرط الثالث منه، لأننا كما يعلم الجميع عندما هزم المغرب في معركة تطوان اشترطت عليه إسبانيا 3 شروط، من بينها أن تتوسع في سبتة، ثاني شرط أن يعطي غرامة مالية قدرت ب100 مليون بسيطة أي حوالي 20 مليون ريالا في ذلك العام. ومن بين الشروط الأساسية الشرط الثالث الذي قلت فتحت ثغرة لإسبانيا لكي تتطاول على المغرب، وهو شرط يعني سأقوله يعني بالحق حصولها على مركز تجاري بساحل سوس. للأسف
للأسف لم يحدد موقعه. إذا دخلت إسبانيا من باب هذا الشرط غير محدد المعالم أصلا، فطالبت بموقع يسمى سانتا كروز دو مار بيكينيا، الذي قلت أنني سأعود إليه فيما بعد، أو الذي يسمى الصليب المقدس للبحر الصغير، يعني هذا مفاد معناه. فبدأت البحث سنة 1877 لتحدده اللجنة المشتركة المغربية سنة 1878 بسيدي إفنين، على الرغم من رفض البعثة المغربية لهذا التحديد، على اعتبار أن سانتا كروز دو مار بيكينيا كاسم ليس هو منطقة سيدي إفنين. وفي البداية كانت إسبانيا تقول أنه ادعت أنه الصويرة، أنه أكادير، أنه طرفايا وغيرها من المناطق. المخزن آنذاك كان يراوغ بأنه كان واثقا من مشروعية سيادته على بلاده، ولكن للأسف إسبانيا تأتى لها ما أرادت على الرغم من مقاومة أتباع عمران، هذه القبائل التي كتبت بدمائها صفحة أو صفحات مجيدة من ملاحم الفخر والبطولة، بحيث أنها شكلت إلى جانب القبائل الصحراوية سكنة وغيرها يعني سدا منيعا، لأنها يعني في مقدمة الصحراء باب الصحراء شكلت سدا منيعا لقوات الاحتلال الإسباني. إذا كما قلت إسبانيا تأتى لها ما أرادت، بحيث أنها من خلال هذه الثغرة حققت ما أرادت للأسف، على الرغم من المقاومة، على الرغم من رفض البعثة، على الرغم كذلك من رفض المخزن الحسني آنذاك، واستمرت في نهجها هذا نهج سياسة التطاول، نهج سياسة المؤامرات الدنيئة والرخيصة. وفي سنة 1884 استقرت بعثة إسبانيا بالداخلة، حيث أسست مكتبا تجاريا، إلا أنه تعرض بعد سنة فقط من إنشائه لهجوم شرس من طرف المخزن. ولنا لمن أراد أن يتعرف أكثر على حيثيات هذا التدخل أن يعود أحيله على مرجع أو عفوا مصدر في غاية من الأهمية، مصدر تاريخي لأحمد بن خالد الناصري، الاستقصاء لدول المغرب الأقصى، لأخبار دول المغرب الأقصى، الجزء التاسع على وجه الخصوص، فهو يلم بحيثيات هذا التدخل السافر. إذا قلت أن إسبانيا تدخلت في الداخل من خلال إنشائها مركزا تجاريا، والقبائل بطبيعة الحال فاستقلال هذا الوطن ما كان له ليكون لولا بطل تحرير محمد الخامس طيب الله ثراه، ولولا مقاومة القبائل الصحراوية التي استرخصت الغالي والنفيس، والتي روت بدمائها شجرة استقلال هذا الوطن. إذا قبائل ولاد الدليم يعني لم تسكت عن هذا التدخل السافر، فقاومت وجاهدت وجهرت بكل صوتها بعدم قبولها لهذا التدخل في مدينة الداخل. ننتقل كإشارة مقتضبة لإنجلترا. إنجلترا هي الأخرى، لأنني قلت في مطلع القرن السابع عشر ميلادي ظهرت قوتان استعماريتان جديدتان، هما فرنسا وإنجلترا. إذا إنجلترا هي الأخرى نهجت نفس النهج ونفس المنحى الاستعماري الذي نهجته إسبانيا. وأقصد من خلال كلامي هذا سياسة إنشاء المراكز التجارية، بحيث أن دونالد ماكنزي البريطاني، هذا الذي يعرفه الجميع من خلال كتب التاريخ، أنه زار ساحل طرفايا سنة 1872 وأنشأ شركة تجارية سنة 1878 ومركزا تجاريا سنة
1880 هذا الأخير تعرض لهجوم شرس من طرف الجيش المخزني الذي أتى عليه بالكامل، واحتجت التي سأقول نحن في العامية نقول ضربني وبكى وسبقني وشكى. إذا هذا يعني مدينة طرفاية هي لنا، وعندما أردنا أن ندافع عنها قيل لنا أنها ليست من حقنا وأن علينا أن نعطي غرامة وكل هذا الأمر. إذا المغرب آنذاك في عهد السلطان السلطان الحسن الأول قدم مبلغا ماليا قيمته 50,000 جنيه استرليني لإنجلترا وأعاد طرفايا بعد أن هدم مركز. إذا من خلال ما قلت، وأنا دائما لازلت في النقطة الأولى خاصة بإرهاصات التصرف الأوروبي وخاصة الإيبيري في السواحل الشمالية والغربية وخاصة عندما لم تفلح هذه السياسة، سياسة الشركات التجارية وكذلك الاتفاقيات التي تطرقت لبعض